ايه الجمال ده والحلاوه دي، الله 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 الله، احلى اكله اللي بنحبها. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. المحشي المصري الاصيل، وشكل كده حاجه كده تفتح النفس. يلا بينا على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناتي، قناه مطبخ ماما قدريه. معانا النهارده فيديو رائع جدا حبايب قلبي، وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده هعمل لكم خلطه المحشي بطريقه بسيطه جدا، وبطريقه سهله، وبطريقه ماما قدريه اللي انتوا دايما بتحبوها وواخدين عليها. خلاص. طيب، معايا هنا كيلو من الرز، معايا حزمه شبت على كزبره، معايا هنا بصله كبيره مفرومه، معايا قرن فلفل كده اخضر على احمر، ومعايا كمان هنا توم وسمنه، ومعانا بقى مقاديرنا اللي احنا فلافلنا بقى، ومقاديرنا اللي احنا ايه هنشوفها سوا مع بعض. معايا معلقه كبيره كده من السمنه، وشويه زيت كده حلوين. اول ما الزيت بتاعي يسخن شويه اقوم اعمل ايه، احط كده اهو البصل بتاعي. انا بحب الطشه ديت، بتدي ريحه روعه وجميله جدا للبصل. معايا هنا صلصه نص تسويه اهي كده، تمام زي الفل. طيب اعمل ايه هنا؟ معايا هنا القرن الفلفل بتاعي اللي هو الاحمر على اصفر، او احمر على اخضر. تمام كده. هسيبها بقى دقيقتين. خلاص كده خد الغلوه بتاعته اللي هي 5 دقايق بس. معايا هنا حته تومه حلوه كبيره نص معلقه كده، معايا ملح فلفل كمون كزبره، كمان معايا بهارات المحشي على الخلطه بتاعتنا كده اهو. تمام كده كده زي الفل. سهله سهله جدا، مش محتاجه اي حاجه، وما تاخدش مننا وقت خالص. بعد كده هحط الخضره بتاعتنا كده بالشكل ده كده اهو. اسمها ايه بقى يا ماما قدريه؟ الرز. احط بقى الرز كده، واقلب تقليبه كويسه كده محترمه للرز بتاعي، والخلطه بتاعت الروعه الجميله ديت تحفه ما شاء الله. طيب المحشي بقى ولف المحشي سهل جدا، مفيش اسهل من كده. هنحشي بقى. هنا معايا ورق اخضر اهوت، ورق خاص، معايا كمان هنا ورق كرنب. ماشي. الحله بتاعتنا اللي هنحشي فيها قطعنا فيها كده طماطمايه وفلفلايه، وكمان هنا حاجات عيدان من عيدان ايه الكزبره. انا هحط الاول الاخضر في الاول كده. طبعا لف يعني، انتوا عارفين شطار ما شاء الله عليكم، واللف ده ما ياخدش منكم حاجه. الصبع كده صغير كده وجميل. انا كده حبيت بقى ارضي جميع الاطراف، اعمل اخضر واعمل ابيض، ايه ورق كرنب وورق خاص. وخلصت الحله بتاعتنا اهي بالشكل ده تحفه. هنعمل ايه بقى بعد كده؟ يلا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. هنا عندي شويه شوربه بسخنهم كويس قوي، عليهم بقى معلقه صلصه زي ديت كده. طبعا الشوربه فيها الملح بتاعها كده، الملح اللي في الشوربه هيظبط المحشي بتاعي. تمام كده. ايه اللي هنعمله دلوقتي؟ هنحط كده بقى ايه، نطف على ده كده، ونحط العقد بتاعنا اللي هو عقد المحشي بتاعنا كده. تمام، ظبطنا العقد بتاعنا. نسيبه بقى لما ايه الميه ديت تنشف، ونرجع لبعض تاني. خلص المحشي بتاعنا تحفه ما شاء الله ولا قوه الا بالله، زي الفل. الاخضر اللي هو ورق الخس، وكمان ورق الكرنب. نشوف بقى المحشي بتاعنا كده وحلاوته وجماله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ما شاء الله ولا قوه الا بالله، الله اكبر. محشي تحفه. حبايب قلبي اللي دايما بينوروني بالمشاهده، ما ينسوش اللايك الجميل بتاع ماما قدريه، وكمان الاشتراك على القناه. ولا ان نلتقي في فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ماما قدريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الجمال ده والحلاوه دي، الله 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 الله، احلى اكله اللي بنحبها. ما شاء الله ولا قوه الا بالله.
المحشي المصري الاصيل